ركز معايا لو انت ولي امر او طالب في الدبلوم الامريكيه. من اكتر الحاجات اللي هتساعدك جدا انك تعلي السكور بتاعك وتوصل فعلا للسكور اللي نفسك فيه والكليه اللي نفسك فيها انك تلتزم بثلاث حاجات. وقبل ما ادخل في الثلاث حاجات احب اعرفكم بنفسي. انا عمار عادل، مؤسس عمار اكاديمي وخبره اكتر من 10 سنين في تدريس السات الاي اس تي والاكت. تعالوا بقى ندخل في ثلاث خطوات مهمه جدا لو نفسك تعلي السكور بتاعك في امتحان من الثلاثه دول. اول خطوه هي ان انت لازم تنظم وقتك بشكل كويس جدا ويبقى فيه استمراريه في المذاكره. يعني بلاش نعمل جو ان انا بذاكر يومين وبعد كده انام اسبوع وبعد كده ارجع اذاكر يومين. فده في الوضع ده انت بتنسى، انت قاعد بتدخل معلومات بتنساها وبعد كده ترجع تدخل معلومات تانية بتنساها. ولكن لو انت بقى عندك استمراريه في الحل والمراجعه، يعني انا بذاكر درس جديد وفي نفس الوقت براجع على درس من الدروس القديمه، ده هيفرق معاك جدا في المستوى بتاعك. تاني خطوه مهمه جدا وهي خاصه بالانجلش هي موضوع الكلمات. يا شباب، ناس كتيره بتهمل اهميه الفوكابيلاري، بيعتبروا فقط ان احنا عندنا في الانجلش الريدنج والرايتنج، ولكن ده مش صحيح. جزء مهم جدا هيفرق في الريدنج وهيفرق في الرايتنج هي الفوكابيلاري او الكلمات. وعشان كده انا عامل لكم هديه دلوقتي من عمار اكاديمي للناس اللي هتكمل معانا في الاخر. في كود في اخر الفيديو هتقدروا تستلموا بيه ملزمه اهم الكلمات PDF مجانا. ثالث خطوه مهمه جدا هي المتابعه والتشجيع. اغلبنا للاسف بيبقى عندنا حماس في الاول، ولكن بعد فتره الحماس ده بيقل وبتبدا المذاكره تضعف وتقل. عشان كده انت محتاج حد يتابعك ويوجهك ويشجعك، وده اللي احنا بنعمله عندنا في عمار اكاديمي. احنا عاملين لكم سيستم كامل تشجيعي وجوائز شهريه للطلاب المتفوقين. وبكده لو انت التزمت بالخطوات الثلاثه دول هتضمن انت تجيب سكور عالي يدخلك الكليه اللي انت بتحلم بيها. ابعتوا لنا رساله دلوقتي او اكتبوا مهتم عشان تستفيدوا بخصم 20% على كورسات الانجليش مع مستر عمار عادل وكورسات الماث مع مستر احمد علي، وتلحقوا مكانكم في الجروبات اللي هتبدا في الاجازه. وكمان تقدروا تبعتوا لنا الكود ده على الواتساب عشان نبعت لكم ملزمه اهم كلمات الريدنج فور فري. سلام.